لقد كان مما كان في هذا الشهر المبارك ما اختصت به هذه الأمة وخالفت فيه أعداءها من التاريخ الهجري، فإنه في عهد الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه جاءه كتاب من اليمن، وفي الكتاب تاريخ، فقال: ما هذا؟ فقالوا: إنهم يؤرخون. فقال: ما أحسن هذا، فاجعلوا لنا تاريخا. فاجتمع الصحابة رضوان الله عليهم، ثم كان اختيارهم وتوافقهم على أن يجعل للمسلمين تاريخا يخصهم ويكون ابتداؤه من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قيل له التاريخ الهجري. ثم إنهم تشاوروا من أي شهر تكون السنة، فمنهم من قال من رمضان ومنهم من قال من رجب، فأشار الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه أن يكون من محرم، وقال هو أعظم الأشهر الحرم، وقال هو منصرف الحجاج من بيت الله، فتوافقوا على ذلك وأجمعوا على أن يكون تأريخ هذه الأمة بهجرة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ابتداء عامها من شهر محرم الذي نحن نعيشه. ولذلك ينبغي على المسلمين أن يحيوا هذا التاريخ فيما بينهم، وأن يربطوا به معاملاتهم وغير ذلك مما يحتاجون فيه إلى تأريخ، فإنه تأريخ هذه الأمة من عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه.